بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم احمد المصري من قناة وموقع سؤال وجواب للمعلومات والسيارات. الفيديو بتاع النهارده هنعمل فيه مراجعة وفتح علبة وتجربة لماوس لوجيتك M90، وده طبعا يعتبر ارخص ماوس من شركة لوجيتك السويسرية الامريكية، واللي ليها باع طويل جدا في اكسسوارات الكمبيوتر زي الماوس والكيبورد والسماعات، واللي صنعت لحد النهارده اكتر من مليار ماوس. فيلا بينا نتعرف على كل شيء عن الماوس الممتاز ده. يلا بينا. الماوس ده طبعا ماوس وايرد او سلك. محتويات العلبه بتاعته بتكون عباره عن الماوس ودليل الاستخدام اللي بيجي باكتر من 15 لغه منهم اللغه العربيه. والماوس ده طبعا لوجيتك ما زالت محافظه على خط انتاجه لحد النهارده، واللي بقاله اكتر من 10 سنين او زياده كمان. وكان بينزل الاول او زمان بعلبه لونها ابيض، لكن تم تطوير شكل العلبه وتحسينها مش اكتر، وبقت باللون الاخضر الجميل ده بنفس الشكل والتصميم من الخارج زي ما احنا شايفين. والعلبه وهي جديده طبعا بتيجي متبرشمه بلزقتين من فوق من اليمين والشمال ولزقه من تحت، علشان بس وانت بتشتري الماوس ده لاول مره من اي مكان تبقى فعلا متاكد ان العلبه دي ما اتفتحتش قبل كده. اما بالنسبه للناس اللي بتهتم بالحجم والوزن، فارتفاع الماوس ده او طوله 113 مللي وعرضه 62 مللي، والعمق بتاعه او سمك الماوس 38 مللي. اما بالنسبه للوزن الاجمالي فوزن الماوس كله 90 جرام. وبالنسبه لطول السلك او الكابل بتاعه فبيجي 180 سم او اللي هو متر و80 سم، وده كافي جدا جدا لو انت بعيد عن الجهاز بتاعك سواء ديسكتوب، كمبيوتر مكتبي او لابتوب. اما بالنسبه للالوان فالماوس ده طبعا متوفر منه لونين، واللي هما الاسود والرمادي، او اللي هو رمادي في اسود زي اللي معانا كده. زي ما انت شايف اللون هنا بيجي طبعا رمادي في اسود وبعد كده رمادي، واللون ده كويس جدا جدا الصراحه. لكن طبعا في منه لون اللي هو بيبقى الوش ده اسود ومن تحت برضه رمادي، فمساله اللون مساله اذواق مختلفه من شخص لشخص في النهايه. اما بالنسبه للتصميم فتصميم الماوس ده مريح جدا لكف الايد، يعني متصمم على شكل صدفه كده بحيث ان هو يكون شايل ايديك او شايل كف ايدك بالتحديد، وما تتعبش من استخدامه خصوصا لفترات طويله. وهتقدر طبعا تستخدمه سواء بايديك اليمين او بايديك الشمال بكل راحه، حتى لو كف ايديك كبير او صغير فمش هتقابل مشكله ابدا في الموضوع ده. غير كمان طبعا ان هو مصنوع من بلاستيك جودته عاليه جدا مع شعار لوجيتك على وش الماوس زي ما احنا شايفين كده. وبالنسبه لبكره التمرير فبتيجي من الرابر او الكاوتش المقوى، بحيث ان هي ما تتزحلقش وانت بتستعملها، وفي نفس الوقت تعطيك ثبات اكتر لصباعك عليها وانت بتستخدمها. وحواليها كده زي ما انت شايف في هنا داير اسود علشان يعطيها منظر جمالي كده في وش الماوس. هتلاقي كمان ان صوت الماوس وصوت بكرة التمرير هادي جدا وناعم، وبصراحة انعم بكتير عن اي ماوس تاني انا جربته، وده بالنسبة للفئة دي من الماوس. يعني لو جينا نقارنه مثلا باي ماوس تاني عندي زي ماوسات الدل مثلا، فاسمع معايا كده هنا الكليكات. ده بالنسبة للوجيتك زي ما انت سامع، ناعمة كده وجميلة جدا، والصراحة هادية، يعني مش بتعمل ازعاج زي الماوسات التانية. وبالنسبة للبكرة او عجلة التمرير هتلاقيها برضو ناعمة ملهاش اي صوت. اسمع معايا. طبعا الصوت ده علشان هي قريبة من المايك، لكن لو بعيدة شوية هتلاقي صوتها ناعم جدا يكاد يكون مسموع. وبالنسبة للكليك بتاع البكرة بتاعة التمرير او عجلة التمرير اسمع معايا، برضه ناعم. فدي حاجه كويسه جدا جدا في اللوجيتك. تعالى بقى الوقت نجرب اي ماوس تاني، وليكن مثلا الماوس الدل اللي معايا ده. زي ما انت شايف ده ماوس من ماوسات الدل، فاسمع معايا كده صوت الكليكات وبكره او عجله التمرير. بالنسبه للكليكات الكليك يمين او الشمال زي ما انت سامع، وكمان مفيش ثبات في الوش او الكليكات او الكفرات البلاستيك بتاعت الكليكات من فوق زي ما انت سامع، مزعجه جدا. وبالنسبه لبكره او عجله التمرير اسمع كده صوتها معايا، صوتها عالي جدا. اسمع كمان الكليك بتاعها، وهو ده الفرق. تعالى كده نقارن اللوجيتك. سامع؟ هنسمع كده البكره تاني بتاعت دل. فزي ما انت سمعت كده الفرق بالنسبه للناس اللي بتهتم بالصوت بتاع الماوس مش مزعج ابدا زي اي ماوس تاني انا جربته. وده بالنسبه لصوت الكليكات وعجله او بكره التمرير بتاع الماوس اللوجيتك الM90. هتلاحظ كمان في تصميم الماوس ان الكعوب بتاع الماوس اللي هي تحت اللي الماوس بيثبت او بيقف عليها بتيجي من البلاستيك علشان تعطي سلاسه اكتر في الحركه. وهتلاقي هنا كمان في ظهر الماوس البادج الخاص ببيانات الماوس واللي عليه اسم الموديل والصناعه والسيريال نمبر وهكذا. اما بالنسبه للسلك بتاع الماوس فالسلك هنا طبعا بيجي
بيجي باللون الرمادي وسلك مرن كده ولين بحيث انه ما يضايقكش في حركه ايدك وانت شغال بالماوس على مكتبك، فدي برضو اضافه كويسه جدا جدا. وفي بعض الشركات بقت بتعمل السلك بتاع الماوس من الماش او بنقول عليه القماش المجدول، وفي بعض الشركات زي لوجيتك كده على سبيل المثال بتعمل السلك اللي هو البلاستيك او الكاوتش العادي ولكن بيكون مرن بحيث ان هو ما يضايقكش في استخدامك للماوس خصوصا في الفترات الطويله، فدي برضو اضافه كويسه جدا جدا بالنسبه للماوس ده مقارنه بسعره. لكن لو جينا دلوقتي نتكلم عن مميزات الماوس ده، فمن مميزاته ان التتبع البصري فيه عالي الدقه واللي بيوصل لحد 1000 دي بي اي او اللي هو بنقول عليه دوتس بير انش او اللي هو عدد النقاط في البوصه الواحده واللي هي عباره عن 1000 نقطه. وده طبعا في النهايه بيضمن لك تحكم سريع وسلس في المؤشر علشان يوفر لك تتبع دقيق جدا او لعب او تحديد النصوص او الرسم بكل سهوله اثناء استخدام الماوس. غير كمان طبعا انه في النهايه عباره عن ماوس سلك يعني سهل الاعداد والاستخدام ومفيش طبعا لا برنامج تثبيت ولا غيره، وده لانه طبعا متصل بسلك يعني كل اللي انت هتعمله انك هتوصله باي منفذ يو اس بي في جهازك وتستخدمه على طول وبس كده. غير كمان ان هو متعدد الاستخدامات يعني متوافق مع كل الاوبريتنج سيستم او كل انظمه التشغيل زي الويندوز والماك واللينكس والاندرويد وهكذا، ففي النهايه زيه زي اي ماوس عادي مش هتقابل اي مشكله معاه بالنسبه للانظمه المختلفه. اما بالنسبه بقى لسعره فسعره في السوق عموما او على مواقع التسوق بيقع ما بين 150 ل 180 جنيه، في بعض المواقع والشركات طبعا بتبيعه لحد 250 جنيه. بس طبعا نصيحه، حاول لو هتشتريه من اي موقع تسوق زي امازون مثلا او جوميا او نون او اي موقع، فحاول انك تشتري من تاجر تكون التقييمات عليه كويسه او يكون التاجر الموقع نفسه، زي مثلا لو انت هتشتري من امازون يكون البائع هو نفسه امازون، ولو انت هتشتري من شركه او محل يكون حد ثقه ومعروف. طيب انا بقول الكلام ده ليه وبنصح بيه؟ لان طبعا للاسف كل منتج احنا عارفين ان في منه الاصل والتقليد، والماوس ده في منه تقليد كتير جدا في السوق واحيانا هيكون صعب عليك انك تكتشفه زي ما احنا عارفين، فخلي بالك من النقطه دي بالتحديد. اما بالنسبه ليا فانا اشتريته من شركه اسمها دريم 2000، الشركه دي معروفه ولها فروع في كل مكان في مصر، وده طبعا لو حابب تشتري من نفس المكان او عن طريق الويب سايت بتاعهم علشان برضه تضمن انك هتاخد المنتج الاصلي في النهايه. والماوس ده كان عليه عرض لحد وقت تسجيل الفيديو او لحد اليوم اللي انا اشتريت فيه، فكان سعره 165 جنيه بدلا من 180 جنيه، وده بالنسبه لشركه دريم 2000. فلو لقيت العرض لسه متاح على الويب سايت هتلاقيني موفر لك برضه الرابط بتاع الشراء الخاص بالماوس ده في الوصف وفي موضوع المراجعه للماوس ده على موقعنا الالكتروني ان شاء الله، او حاول تشوف اقرب فرع ليك وتروح تشتري منه على طول بشكل مباشر، وده في النهايه برضه علشان تضمن انك هتاخد المنتج الاصلي مش التقليد. فدي كانت كل حاجه عن ماوس لوجيتك ام 90، اتمنى تكون استفدت معايا ان شاء الله. وطبعا مش اكد عليك لو لسه جديد معايا في القناه ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب الاشتراك في القناه وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وهتلاقي رابط الموضوع او المراجعه الخاص بالفيديو ده مكتوب على موقعنا الالكتروني للناس اللي بتحب القراءه، وهتلاقي برضه موجود في الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.